اهلا بيكم في قناتي اكله جميله بجد. هو في كده قد ايه الوصفه دي سهله بسيطه طعمها في حته تانية خالص. كلكم لازم تجربوها بجد هتعجبكم قوي. عاملين النهارده الجلاش بحشوه مميزه جدا، لاول مره هتشوفوها طعمها حلو قوي. وقبل ما نبدا الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. واول حاجه هنبدا في تجهيزها هي السيرب، علشان عايزاه يكون بارد. هنحتاج للسيرب كوبايتين اتنين من السكر، هنضيف عليهم كوباية ونص من المية، وتكون معيار الكوباية بتاعتك واحدة. وبعد كده هنرفعه على النار من غير ما نقلب فيه علشان ما يسكرش معانا، وكل السكر اللي موجود فيه ده هيدوب اثناء الغلي. واول ما السيرب يغلي معانا هنضيف عليه نص عصير ليمونة وباكت من الفانيليا. وبعد كده هنوطي عليه النار ونسيبه لمدة 5 دقايق علشان يتركز ويتقل معانا. وبعد كده هنشيله من على النار ونسيبه يبرد تماما، ونشوف الخطوة اللي بعد كده اللي هي تجهيز الحشوة. معايا ربع كيلو من الكنافة. هتجيبي الكنافة وتدخليها الفريزر لغاية ما تجمد، وبعدين هتخرجيها من الفريزر وتفككيها بايدك لغاية ما تنعم معاكي، او ممكن تحطيها في الكبة وتفرميها ناعم. بعد كده هنزود عليها معلقة كبيرة من السكر البودرة ونقلبهم كويس قوي مع بعض. السكر البودرة بيدي للكنافة لون حلو قوي وبيخليها تتحمر معانا بسرعة. بعد ما الكنافة نعمت معايا حطيت طاسة على النار، نار تكون متوسطة، ضفت فيها معلقة كبيرة من السمنة وهنزل عليها الكنافة، وافضل اقلب في الكنافة كويس قوي لغاية ما تتحمر معايا وتاخد لون دهبي فاتح. وما شيلش ايدي خالص منها لان الكنافة من الحاجات اللي بتتلسع بسرعة. اول ما تنزلي الكنافه في السمنه هتلاقي الكنافه كتلت معاكي ومسكت في بعضها. قلبيها كويس واضغطي عليها بالمعلقه هتلاقيها فكت معاكي. كده الكنافه اخدت اللون المطلوب. دلوقتي بقى هنشيلها من على النار ونفضيها في طبق تاني، وعلى طول وهي سخنه كده هنضيف عليها ربع كوبايه من الشربات اللي كنا مجهزينه علشان يطريها معانا. هنقلبها كويس ونشوف المكون التاني اللي احنا هنضيفه عليها. هضيف ربع كيلو من بلح العجوة، نضفته كويس قوي من البذر اللي فيه، وبعد كده هنزله على الكنافة وهي سخنة علشان تطري معانا العجوة شوية. وصدقوني ان الحشوة دي من اجمل والذ الحشوات اللي انت ممكن تحشي بيها الجلاش. وبعد كده هنستخدم نص كيلو من الجلاش، استخدمي اي نوع انت حباه. وبعد كده هنجهز نص كوباية من الزبدة هنسيحها على النار. دي اللي هندهن بيها طبقات الجلاش علشان تخليه مورق معانا، وممكن تستبدليها بسمنة. بس هنضيف على الزبدة واحنا بنسيحها معلقتين كبار من الزيت علشان تخليه مقرمش معانا. نبدأ ندهن طبقات الجلاش، هناخد كل ورقتين مع بعض وهندهنهم. دهنت اول ورقة وبعدين هتنيها وهدهن اللي تحت منها زي ما انتم شايفين كده. ندهنها كويس بالزبدة علشان تطلع مورقة ومقرمشة معانا. بعدين هنتني حتة من الجلاش حوالي كده ربعها، وهنضيف عليها الحشوة. هنضيف شوية كويسين من الحشوة، حوالي معلقة ونص كبار. نبدأ نلف الجلاش على شكل رول ونضغط عليه. بعد ما هنلفه هنحاول ان احنا نضغط عليه بايدينا بالراحة علشان يدينا شكل الكرمشة زي ما انتوا شايفين كده. هنحطه بقى في طبق عقبال ما نخلص كل الكمية اللي معانا. هنكمل بقى بقية الكمية بنفس الطريقة. وبعد ما نخلص كل الكمية اللي معانا هنكون مجهزين صينية مقاس 28 مدهونة كويس قوي بالسمنة، ونبدأ نرص فيها الجلاش. نبدأ نرص الجلاش في الصينية. هناخد اول واحدة وهنحطها بالطريقة دي كده، وهنحط اللي بعدها قدامها ونكمل بنفس الشكل لغاية ما نكمل معانا الصينية. وبعدين نقطع الجلاش لقطع متساوية، وبعد كده ندهنه دهنة بسيطة من السمنة ونشوف بقى التسوية بتاعته. علشان الجلاش يطلع معاكي واخد لون موحد ومقرمش ومورق معاكي يبقى لازم تلتزمي بالتسوية بتاعته. هتشغلي الفرن بتاعك يسخن كويس جدا، وبعدين هتوطي النار عندك من تحت على الهادي. لو عندك درجات حرارة يبقى على درجة حرارة 180. بعد كده بتدخلي الجلاش في الرف اللي تحت، والنار من فوق بتكون واطية خالص، وبتسيبي الجلاش في الفرن من 7 ل10 دقايق مش اكتر من كده علشان ما ينشفش معاكي قوي، وكمان العجوة ما تنشفش من جوه. وبتحركي الصينية من وقت للتاني علشان تاخد كلها لون موحد من فوق، والنار عندك بتكون من فوق ومن تحت على الهادي.
وبعد ما بيخرج معانا من الفرن وهو سخن بنضيف عليه السيرب بعد ما يكون برد تماما. وشايفين اللون بتاعه حلو قوي ولا شكل الكرمشة ده بجد تحفة. وطبعا باين على شكله هو قد ايه مقرمش مش طري. بجد هيفوتكوا كتير لو ما جربتوش الوصفة دي، حلوة قوي تستحق ان انتوا تجربوها. نطلع بقى كده منه علشان نشوف شكله من جوه عامل ازاي. شايفين هو قد ايه شكله بجد يفتح النفس، والحشوة بتاعته مظبوطة جدا ومتماسكة واخد من تحت لون حلو قوي. والجلاش مورق ما شاء الله عليه مش مكتوم. اهم حاجة ندهنه بالزبدة كويس علشان يطلع معانا مورق زي ما انتوا شايفين كده. والجلاش ما اخدش كل كمية السيرب اللي كنا عاملينها. ضيف عليه السيرب بالراحة لغاية ما يستكفى. بلاش تنزلي كل كمية السيرب مرة واحدة علشان ما يجيش معاكي طري. نشوف بقى الجلاش من جوه الحشوة مظبوطة جدا والجلاش مورق ومقرمش وواخد لون حلو قوي. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه. وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكوا اشعارات بوصفات